ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بعد اول فيديو في القناه واللي لما خلصت ما كانش عندي افكار خالص. تخيل واحد لسه بادئ قناته وما عندوش افكار. المهم جات لي فكره الفيديو ده واللي انا جبته من دماغي طبعا، ما سرقتوش. هرشح لكم النهارده احسن 10 كروت شاشه فئه اقتصاديه، ومن غير ما اطول عليكم يلا نبدا. الكارت الاول هو جي تي اكس 1650. نبدا من المواصفات الاساسيه للكارت ده، وهو انه بيشتغل بمعماريه تورينج، وبيجي معدل 896 نواه، وسرعه اساسيه 1485 ميجا هرتز، مع بوست بلاك بتوصل ل 1665 ميجا هرتز. الكارت مزود ب 4 جيجا بايت دي دي رام 5 على وجه ذاكره 128 بت. استهلاك الطاقه للكارت ده بسيط جدا، بحيث انه بيستهلك 75 واط بس. الكارت ده ممتاز لتشغيل الالعاب على دقه 1080 مع اعدادات بسيطه الى عاليه. مثلا في فورتنايت على اعدادات عاليه هتحصل على 70 ل 100 فريم في الثانيه، والجي تي اي في اعدادات عاليه برضه، اداء ممتاز من معدل 60 ل 80 فريم. اما لو دخلت على العاب تقيله زي سايبر بانك هتحتاج تخفض الاعدادات شويه، لكن الاداء هيدني مقبول. الكارت مش بس للالعاب، ده كمان مناسب لتحرير الفيديوهات على برامج زي ادوبي بريمير برو وفوتوشوب. طبعا الاداء مش هيكون زي الكروت الغاليه، لكن كويس جدا للمونتاج الخفيف. ميزه حلوه وانه بيدعم فك تشفير الفيديوهات عاليه الجوده الاتش بوينت 265. العيوب بتاعته هو انه مفيهوش دعم للري تريسنج والدي ال اس اس، وذاكره دي دي رام 5 بدلا من الدي دي رام 6 زي النسخه السوبر. طبعا الكارت ده يناسب مين؟ لو انت لاعب مبتدئ او عايز تشغل العاب زي بابجي وفورتنايت على اعدادات كويسه، او صانع محتوى مبتدئ زيي بيحتاج مونتاج خفيف، ده هيكون الكارت المثالي ليك. وبما انه مش محتاج كابل طاقه اضافي، ينفع تركبه في معظم الاجهزه بسهوله. وطبعا لو عايز تعرف حاجه تانية على الكارت اكتب لي في التعليقات، ويلا بينا نخش على الكارت اللي بعده. الار اكس 3400 بيجي بمعماريه الار دي ان اي 2، وهي نفس المعماريه اللي شفناها في الكروت الاقوى زي الار اكس 3800 والار اكس 3900. الكارت ده عنده 768 نواه، وبيشتغل على ذاكره بحجم 4 جيجا بايت دي دي رام 6. سرعه الذاكره بتوصل ل 14 جيجا بايت في الثانيه، وده بيضمن اداء سريع وسلس في معظم الالعاب. التردد بتاع الكارت ده ممتاز جدا بالنسبه لفئته، مع تردد تعزيز بيوصل ل 2321 ميجا هرتز. يعني لو بتلعب العاب زي فالورانت او فورتنايت هتاخد تجربه لعب كويسه جدا. الميزه الكبيره في الار اكس 3400 انه بيستهلك طاقه منخفضه جدا، حوالي 53 واط بس. يعني مش هتحتاج تغير الباور سبلاي بتاعك لانه مش بيطلب كابل طاقه اضافي. طيب السؤال الاهم، الاداء عامل ايه؟ الكارت ده ممتاز بالنسبه للالعاب الخفيفه والمتوسطه. لو جربت العاب زي جي تي اي في او ببجي هتشغلها على اعدادات متوسطه الى عاليه بدون اي مشاكل. اما الالعاب الحديثه زي هوجوارتس ليجاسي ممكن تشتغل بس على اعدادات منخفضه، بالاضافه لدعمه لتقنيات زي الاي ام دي فيداليتي اف اكس سوبر ريزوليوشن. قول لي في الكومنتات ايه رايك في الكارت ده. كارت الانتل ارك اي 380 هو اللي بيجي بمعماريه الاكس اي اتش بي جي الحديثه من انتل. عدد الانويه 8 مع 6 جيجا بايت من ذاكره دي دي رام 6. دي خطوه قويه جدا لانتل من الفئه دي من الكروت. سرعه الذاكره حوالي 15 جيجا بايت في الثانيه، مع واجهه عرض تردد 96 بت، وده بيوفر اداء حلو جدا للالعاب الحديثه. التردد الاساسي للكارت ده بيكون حوالي 2000 ميجا هرتز، مع دعم لتقنيات زي الري تريسنج لاول مره في فئه اقتصاديه. الكارت ده استهلاكه للطاقه منخفض جدا مقارنه بالمنافسين، بيسحب حوالي 75 واط بس. يعني لو عندك باور سبلاي بسيط الكارت ده هيشتغل من غير اي مشاكل. خلونا نتكلم شويه عن الاداء في الالعاب. الكارت ده بيقدر يشغل العاب مشهوره زي فالورانت وايبكس ليجند على اعدادات عاليه بدقه 1080. الميزه الكبيره ان الكارت ده بيدعم تقنيه الاكس اي اس اس اللي بتحسن الاداء والجوده البصريه، وده شبيه بتقنيه الدي ال اس اس من انفيديا. العيب الاساسي ان التعريفات بتاعه الكارت لسه محتاجه تحسين عشان تشتغل في كل امكانياتها. انفيديا جي تي اكس 1050 تي اي، الكارت ده نزل في 2016، ووقتها كان بيعتبر صفقه العمر لاي جيمر بيدور على حاجه اقتصاديه، والفيريوم بتاعته هي 4 جيجا بايت دي دي رام 5، وده كافي لمعظم الالعاب على اعدادات متوسطه او عاليه بدقه 1080. التردد الاساسي هو 1290 ميجا هرتز وبيوصل ل 1392. الكارت بيستهلك حوالي 75 واط، وده معناه انه مش محتاج كابل طاقه خارجي، مجرد توصيله بالبورده وخلاص. والكارت بيحتوي على 768 نواه، واللي بيدعم الكارت في الاداء الرسومي. تعال نخش في المهم. الكارت ده بيقدم تجربه محترمه جدا على دقه 1080 مع معظم الالعاب. ببجي موبايل على اعدادات عاليه بيحقق حوالي 50 ل 60 فريم بثبات، وجي تي اي في اعدادات عاليه بيديك برضه 60 اف بي اس، وفورتنايت على اعدادات متوسطه او عاليه حوالي 70 اف بي اس، وكول اوف ديوتي وورزون بيديك متوسط 40 فريم، وسي اس جو وفالورانت اعدادات عاليه فوق ال 100 فريم. يعني الكارت ده مناسب جدا للالعاب التنافسيه والعاب الاوبن وورلد الكلاسيكيه. العيوب بتاعته انه مش قوي كفايه للالعاب الحديثه، وما بيدعمش تقنيات جديده زي الري تريسنج. الاي ام دي ار اكس 570
خلينا نتكلم شويه عن مواصفات الكارت ده. الكارت بيجي ب 4 جيجا بايت من ذاكره دي دي رام 5، وده بيقدم لك مساحه كافيه لتشغيل الالعاب بدقه 1080 بجوده متوسطه لعاليه بدون اي مشاكل. الكارت مبني على معماريه بولاريس اللي قدمتها اي ام دي لتحسين الاداء وتقليل استهلاك الطاقه، وهو بيحتوي على ستريم بروسيسور 2048، وده بيساعد انه يقدم اداء ثابت في الالعاب الثقيله. بالنسبه لسرعه الكارت، هو بيشتغل على بوست بلاك سبيد توصل لحد 1244 ميجا هرتز، وده بيخليه مثالي لتجربه الالعاب السلسه حتى مع الالعاب الحديثه. لو بنتكلم عن الاداء، الكارت ده بيشغل العاب زي بابجي موبايل وايبكس ليجند بجوده متوسطه او عاليه بسهوله، ممكن تتوقع حوالي 60 فريم على اعدادات متوسطه بدقه 1080، وده كفايه جدا لتجربه ممتعه بدون اي تقطيع. اما بالنسبه للالعاب الاوفلاين زي جي تي اي في، الكارت هيشغلها بجوده عاليه وفريمات مستقره حوالي 60 فريم، يعني سواء بتحب العاب الشوتر او الالعاب المفتوحه الكارت هيكون خيار ممتاز. المميز في الار اكس 570 انه مش بس قوي لكنه اقتصادي جدا، استهلاك الطاقه بتاعه منخفض نسبيا، ومش هيحتاج غير باور سبلاي 450 واط، فمش لازم تغير جهازك بالكامل عشان تركبه. وكمان لو بتفكر تعمل تعديل فيديوهات او تصفح تقيل، الكارت ده هيشيل معاك الشغل بدون اي مشاكل. طيب، انا بقول اخلص الفيديو لحد هنا. ايه ده، انت قايل في العنوان انك هتقول 10 كروت شاشه؟ بص، الفيديو ده انا تعبت فيه جدا، بحث على كروت لتسجيل صوت للمونتاج، فقدر تعبي واديني لايك واشترك في القناه على الاقل. غير اني ورايا مذاكره ثانويه ازهريه وكده، فما تنساش تدعي لي برضه. ولو على الخمس كروت التانيين ما تقلقش، هحاول اخلص الفيديو بسرعه وانزله كجزء تاني. وسلام.